معي من الرباط منصف اليازغي، الدكتور المحلل الرياضي السياسي. دكتور أهلا بك. ويعني بالبداية، ما هو تعليقك على كلام وزير الشباب حول ما حدث؟ أولا، هذا هو التعليق الأول الرسمي لوزير الشباب والرياضة بعد ما أصبح يعرف بفضيحة ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. هذا التصريح جاء قبيل دقائق قبل دخوله للمجلس الحكومي الذي انعقد اليوم بالرباط. هذا التصريح الذي يقول فيه أنه مستعد للاستقالة يأتي منسجما مع تصريح رئيس حزبه الحركة الشعبية السيد محمد العنصر خلال لقاء مع وكالة المغرب على الأنباء، يقول فيها بأن المسؤولية السياسية للوزير مؤكدة وثابتة، وفي حالة ما إذا تأكد ونجم عن التحقيق وجود مسؤولية للوزير ووزارته فإنه سيدعمون أي قرار. وبالتالي تصريح الوزير اليوم جاء منسجما مع تصريح الوزير مع رئيس حزبه الحركة الشعبية بالأمس، ثم أيضا جاء منسجما ما بعد تصريح عبد الإله بكيران اليوم رئيس الحكومة خلال المجلس الحكومي المذكور. نعم. طيب، يعني دكتور، يعني الأصابع الاتهام أو الكل يشير نحو وزير الشباب. كيف يمكن أن يحمل وزير الشباب المسؤولية إذا كان هناك شركات خاصة أو مناقصات خاصة يتم من خلالها تنفيذ مثل هذه المشاريع؟ أولا، كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته، وبالتالي كل مسؤول على جهة إدارية ومسؤول على كل ما يعتمل فيها من قرارات ومن إنجازات. وبالتالي إذا سرنا في منطق الذي حاول البعض أن يكرسه من خلال القول بأن الوزير لا يمارس عملية البناء ولا يمارس عملية قص العشب، فإننا سنجد أنفسنا أن نحمل المسؤولية لأصغر مسؤول وهو الذي قد يقص العشب في داخل الملعب. إذن هناك مسؤولية للمسؤول الأول على الوزارة. الآن هناك تحقيق إذا ثبت أنه لا تنسحب عليه الاتهامات التي رجت بعد فضيحة الملعب، فهو مبرأ منها وسيكمل عمله في الوزارة. أما إذا ثبت عن التحقيق أن هناك خلل في تدبير هذا الملف، سواء من خلال صفقة الملعب وأيضا من تدبير عملية الإشراف عليه، خصوصا وهذا هو الخطير في الأمر أن الشركة المشرفة نبهت الوزارة على ألا تجري أي مباراة عليه قبل نهائي كأس العالم. نعم. الآن جرت مباراة كأس العرش وهي التي فضحت الملعب وفضحت عيوبه بشكل كبير. طيب دكتور، تعليقك على رسالة جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي، شكر فيها المغرب، اللجنة المنظمة شكر الاتحاد المغربي على حسن التنظيم، لم يشر لأي ملاحظات حصلت خلال كأس العالم للأندية. أعتقد بأن الفيفا يجب أن نعرف شيئا، بأن نتحمل أيضا مسؤولية فيما وقع بحكم أنها أيضا وافقت على عشب الملعب وهي التي تسلمت الملعب وأعطت إشارة من أجل أن يحتضن النهائيات كأس العالم للأندية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الرسالة حملت نفسا بروتوكوليا، نفسا دبلوماسيا موجها إلى رئيس الاتحاد المغربي، يشكر رئيس الاتحاد المغربي على المجهودات التي قام بها المغرب، علما أنه بلاتر يشكر المغرب على مجموع الصورة التي قدمها المغرب وما حدث في ملعب الأمير عبد الله هو جزء بسيط من الصورة التي قدمها المغرب والتي قدم خلالها نهائيات رائعة، خصوصا عندما تم نقلها إلى مراكش. إذن طيب. شكر بلاتر للمغرب لا يعني بأن هناك تبرئة لساحة آخر أو اتهام لآخر. طب دكتور، اليوم أيضا وزير الإعلام المغربي في الاجتماع اللي حصل في القصر رفض أي تسريبات تتحدث عن اتهام وزير الشباب بهذه القضية. يعني الكل يجمع. تفضل. نعم تفضل. وزير الاتصال جاء تصريحه عقب نهاية المجلس الحكومي وقدم تصورا عما وقع في هذا المجلس الحكومي، وقال بأنه المجلس لم يتطرق إلى هذا الموضوع لأنه لم يكن مدرج في جدول الأعمال. إذن الأمر يتعلق بتصريح عادي جدا، لكن عبد الإله بكيران قال في المجلس الحكومي وأشار بأنه الحكومة تتفاعل مع ما يجري في الشارع، وأن الحكومة مسؤولة عن كل ما يبدر عن أعضائها من الوزراء، وكانت إشارة مبطنة إلى قضية وزير الشباب والرياضة. أما الآن فليس هناك أي تبرئة وليس هناك اتهام، هناك تحقيق تم تسليم نتائج تحقيق سلمت بالأمس وسيعلن عنها في غضون ساعات أو حتى في اليومين المقبلين. من الرباط الدكتور منصف اليازغي، محلل سياسي، شكرا جزيلا لك.